بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيد رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، ضيوف الشرف، ممثل وزارة الرياضة، السيدات والسادة أعضاء الجمعية العامة، السادة ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أسرة الإعلام، الحضور الكرام، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بجمعكم الكريم بمناسبة عقد الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم في دورة استثنائية. كما أود باسمكم جميعا أن أرحب بضيوفنا الأفاضل من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحاضرين معنا أشغال هذه الدورة. السيدات والسادة الأفاضل، لقد دعونا كمكتب فيدرالي لعقد جمعية استثنائية الهدف منها على مصادقتكم مشروع قانون أساسي يندرج ضمن التزامنا بضمان مطابقة الأحكام الجديدة مع الأطر القانونية الوطنية التي تحكم الاتحاديات الرياضيات واللوائح والتنظيمات الدولية لكرة القدم، ومواكبة التغييرات التي تم اعتمادها كمرجعية قانونية لتنظيم وسير وتسيير شؤون هيئتنا، وهي عملية ضرورية رغم تسجيل تأخر منذ سنة 2018 للمبادرة بها. وقد حرصنا منذ تولينا مسؤولية إدارة الاتحادية على إجراء تشاور جدي وتنسيق مثمر مع جهات مختصة وخبراء في هذا المجال، وها نحن اليوم نوفي بالتزامنا أمام جمعيتنا الموقرة، تحظون في ذلك إرادة قوية لطي زمن الأزمات التي شهدتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، التي أثرت سلبا على المنظومة الكروية وظروف سيرها وإدارتها. علينا أن نستخلص العبرة والدروس من هذه التجربة المؤسفة. الاستقرار والعمل الجاد كأعضاء أسرة كرة القدم لنا مسؤولية كبيرة أمام جماهيرنا العريضة والمؤسسات الرسمية للبلاد، ومراعاة ثقة شركائنا القائمين على شؤون كرة القدم العالمية. السيدات السادة الأفاضل، من أجل هذا فمن واجبنا أن نقف صفا واحدا، وأن نعمل على دعم الاستقرار داخل هيئتنا، وأن نسعى من أجل خلق أحسن الظروف لتجسيد طموحات وتطلعات جماهيرنا، سيما وأن ثمار عمل المكتب الفيدرالي أعطت ثمارها في هذا الميدان، حيث أن كل مؤشرات التسيير المالي على سبيل المثال إيجابية تؤكد فعالية ونجاعة التدابير المتخذة في إطار